يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. إن شاء الله هذا الشهر الفضيل يكون شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. كيفكن صبايا؟ طمنوني عنكم، كيفكن بهالشهر الفضيل؟ إن شاء الله هيك ما عم تتعبوا، الله يعطيكم الصحة والقوة ويعطيني الصحة والقوة إلي ولعائلتي. إن شاء الله هيك نقوم بهالشهر الفضيل ونطلع من هالشهر الفضيل ونحن أخذين أكبر قدر من الثواب بإذن الله. هون أنا بلشت عم حط السحور لإلي ولزوجي. عم حط سحور يعني حواضر، شغلات خفيفة يعني تكون طيبة وخفيفة بنفس الوقت. هلأ بكل رمضان بقرأ أنا كذا ختمة من القرآن الكريم، بس بهذا الشهر بإذن الله إن شاء الله وهي السنة رمضان هاي السنة إن شاء الله أنا ناوية أقرأ يعني أكتر من ختمة إن شاء الله. خاصة هلأ بوقت السحور، أنا هاي الساعة اللي قبل ما أحضر السحور كتير عم حب أقرأ قرآن بوقتها. بقلب النهار كمان بقرأ، بس يعني أكتر شي
هي الفقرة اللي بتكون قبل السحور وقبل صلاة الفجر. عن جد يعني كتير بكون هيك الواحد عنده كمان قوة، وبنفس الوقت يعني بيكون عنده طاقة يعني لحتى هيك يقرأ قد ما فيه من الصفحات ومن الأجزاء القرآن الكريم. من بعد ما صليت العصر وكمان قرأت قرآن الحمد لله، هيك نزلت لتحت على المطبخ وقلت خليني بلش شوي شوي بتحضيرات الإفطار. أول شي بلشت بالعصائر، حضرت العصير التمر الهندي وحطيته بالبراد. إن شاء الله بلكي فيديو تاني بإذن الله بصوره معكم. وهون كمان بلشت هيك بعصير البرتقان، حطيت البرتقانات وشغلت المكنة. قلت خليني هيك خلص العصير وحطه بالبراد مشان يبرد قبل الإفطار. اليوم رح ساوي أكلة الكبسة على الطريقة السورية. ما شاء الله هي لها طرق كتيرة لأنه كتير بلدان عربية بيسووها. خبروني من أي بلد عم تتابعوني، اكتبولي بالتعليقات. تحية لكل البلاد العربية. هون أنا أول شي حطيت زيت وبعدين ضفت الباقة العطرية. حطيت هيل وقرفة ولومي وورق غار. بعدين نزلت فوقهم البصل. البصل كتير يعني بدي أعطيها طعمة طيبة. بدي أخلي البصل هيك يتأمر منيح مع الباقة العطرية. وبعد منها في عندي كمان بندورة، حبة بندورة كاملة قطعتها مكعبات بدي أحطها فوق البصل بعد ما ياخد البصل هيك لون أشقر. هي الخلطة كتير طعمتها طيبة، يعني بتعطي طعم نكهة كتير طيبة للدجاج. فهون عندي البندورة بدي أخليها كتير هيك تاخد نكهة الخلطة، ويعني هيك كتير تستوي منيح تتسبك منيح. عم ملح البندورة والبصل، وكمان حطيت معلقة كبيرة من البهارات الكبسة. ورح أحركهم شوي وبعدين بدي نزل فوقهم الجزر. في عندي حبتين جزر قشرتهم وبرشتهم. هاي آخر شي الجزر بدي أضيفها لأنه هيك يعني ما بعرف أصولها هيك. أنا هيك متعودة يعني أطبخها. وبعدين نضيف الدجاج. الدجاج كمان راح أحطه كلياته وحركه منيح مع قلب هاي الخلطة مشان ياخد من نكهة الباقة العطرية والبهارات الكبسة والبصل والطماطم البندورة يعني والجزر يلي قليناهن. وهيك بحط فوق المي وبخليهم يغلوا منيح لحد ما يستووا. المرقة اللي رح تطلع منها رح استخدمها للرز إن شاء الله. رح ساوي شوربة العدس التقليدية يعني اللي بنساويها عادة. بس هاي المرة حبيت كمان حط حبة جزر تعطيها لون حلو وكمان طعمة طيبة. خبروني شو عندكم اقتراحات للشوربات برمضان، لأنه أنا متعودة يعني على شوربة العدس أو شوربة الخضار. أحيانا شوربة الدجاج مع الخضرة والشعيرية هيك بساويها. فأنتوا شو عندكم هيك أنواع تانية شوربات؟ إذا بتحبوا تكتبوا لي إياها بالتعليقات هيك بستفاد منكم.
بعد ما طبقت العدس حطيته مع الخضرا مع الجزر والبصل، وكمان حطيت فوقن مكعب دجاج وماجي يعني، وحطيت فوقن مي سخنة، وهيك حطيتن على النار وغلوا كم غلوة، وبعدين نوّصت الغاز. هلأ هون عم بلش حط التتبيلة يلّي أنا ساويتها مشان وزّعها على الدجاج قبل ما أدخله على الفرن. هاي التتبيلة كتير طيبة وبتعطي هيك طعم كتير طيبة للدجاج، وكمان لون حلو. باحط بقلبها معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، ومعلقة كبيرة بالزبادي اللبن يعني، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة بابريكا، وملح طبعًا يعني حسب كمية الدجاج اللي عندكم. وكمان باحط فوقهم زيت زيتون وعصرة ليمون. هيك الليمون كمان بيعطي طعمة هيك لاذعة على اللحمة. وهيك باحاول أوزّعهم على كل الدجاج مشان يتشربوا من النكهة والطعمة، وكمان هيك بيطلع شكلهم كتير حلو بعد ما طالعون من الفرن. تمام هون هلأ هيك عم وزّع التتبيلة فوق الدجاج هيك حتى كلّه هيك ياخُد من النكهة، ومشان بقى أدخله على الفرن. حطيت صينية الدجاج بالفرن وبلشت بتطبيق الرز. الرز غسلته منيح ونقعته بمي فاترة تقريبًا نُص ساعة، وهون هيك بلشت أقلبه مع الزيت شوي هيك ياخد تقليبة شوي، وبعدين بدي أضيف فوقهم الملح وكمان المرقة يلّي طلعت معي من الدجاج. كيف ضفت الباقة العطرية والخضروات للدجاج، فالمرقة كتير طيبة. باحطها بتكون كتير ظريفة، باحطها للرز يعني، بصير عليها الغطا، وكمان غلي غلوتين وبنوّط الغاز. هون بلّشت بالسمبوسة السمبوسة اللي راح ساويها اليوم بالصدور الدجاج. فرمت هلأ ما صوّرت الحشوة لمّا ساويتها، إن شاء الله كمان فيديوهات تانية يعني باعملها معاكم إن شاء الله. فقليت صدور الدجاج طبعًا قطعتهم مكعبات صغيرة، قليتهم بعدين ضفت لهم بصل وبهارات وآخر شي بقدونس، وبلشت هون هيك أحشي السمبوسة. كتير طعمتهم طيبة والعجينة ولا أحلى من هيك عن جد يعني عجينة هيك فيها قرشة وطعمتها ما باعرف كيف عم تاكلوا بسكوت من كتر ما طعمتها طيبة. إن شاء الله رح أساوي معكم بفيديو تاني عجينة السمبوسة والحشوة كمان. يعني هي الحشوة تقريبًا حسيتها هيك مختلفة شوي عن اللحمة والجبنة. هنا بلشت بقى أطبق التبولة، فرمت البقدونس وكمان رحت فوقن حبة بندورة بدي أفرمها، وكمان فرمتها هون، وبعدين البصل الأخضر كمان بيعطيها طعمة كتير طيبة. هلأ في عالم بيحطوا خس أو خيار، صراحة أنا أحيانا بحط خس بس خيار ما بحطلها. بحطلها كمان ملح ونعناع يابس، وأوقات نعناع أخضر كمان بيصير، بس هالمرة حطيت نعناع يابس. وطبعا نقعة قبل بوقت البرغل الناعم مع الليمون، عصير الليمون. هذا هو البرغل الناعم مع الليمون كمان راح أضيفه، وبيبقى إني أحط فوقهم زيت الزيتون. طبعا هون ما باقي كتير وقت للإفطار، يعني كان بقيان شي نص ساعة، مشان هيك قلت خليني أحط زيت الزيتون مشان هيك تتبل التبولة بقلب بعضها منيح. هيك بتكون صارت جاهزة، وكمان الدجاج عم يتحمر بالفرن يعني راح يصير جاهز إن شاء الله. الرز بعد ما هيك
حسيته يعني تفلفل منيح هيك غلي كم غلوة. نوصت الغاز تحته، والشوربة كمان ساويتها بالبلندر مشان هيك بيعطي قوام حلو للشوربة. واخر شي كمان عندي هون الصوص الدقوس بساويه جنب الكبسة. حطيت قرن فلفل حلو وقرن فلفل حار وبندورة وكمان بقدونس. اي والله. وهون اخر شي كمان المكسرات اللي بدي اقليها وحطها فوق الكبسة. هون يعني زوجي والله اجا بده يساعدني بتحريك المكسرات كرمال لانه ما كان باقي وقت كتير للافطار، تقريبا 10 دقايق. فوالله هيك ساعدني يعني. حطيت اول شي لوز لانه اللوز بياخد وقت شوي لحتى يتحمر. بعدين حطيت الكاجو. بعد ما تأمر الكاجو ضفت الزبيب هذا الحبة الصغيرة وطفيت الغاز. اي والله. هون طالعت الدجاج من الفرن وكمان سكبت الرز كتير طلع منظره وهيك كل حبة وحبتها وطعمتها كمان ان شاء الله هيك طيبة. ان شاء الله بتجربوا هاي الطريقة وهيك بتعجبكم كتير. فهون عم نزل الدجاج فوق الرز مشان بدي احط فوقهم كمان هلا المكسرات والزبيبي اللي هيك حمرته فوق الكبسة. احكولي انتو كمان هيك بتطبخوها للكبسة؟ يعني هاي طريقتكم كمان ولا في عندكم طريقة مختلفة عن اللي انا ساويتها؟ خبروني بالتعليقات حبايبي. بعد ما رتبت المطبخ سويت كاستين شاي إلي ولزوجي. وهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. وإن شاء الله هيك رمضان مبارك علينا جميعا وتضلوا بألف خير.